ليه دايما عندك job dissatisfaction او ليه دايما انت مش بتحب شغلك وبتشتكي منه؟ الحقيقة ممكن يبقى عندك اسباب خاصة بيك انت كشخص، وفي طبعا اسباب كتير قوي بتخص مكان العمل نفسه. اول حاجة، لو انت حد مش فاهم ايه المعنى الحقيقي اللي انت بتقدمه لنفسك ولشركتك وللمجتمع من خلال وظيفتك، لو انت حاسس انه مش كل تاسكات مفهومة بالنسبة لك ايه سببها اصلا او احنا بنعملها ليه، صعب مخك يحب الحاجة اللي انت بتعملها. الضغط المستمر بيستهلك جهازك العصبي. لو انت حد ما بيعرفش ياخد بريكس، ما بيعرفش ياخد الاجازات بتاعته، او حتى الجوب نيتشر او الاداره بتطلب منك تشتغل في الويك اندز او تشتغل اكسترا وركينج اورز، ده كله بيستهلك جهازك العصبي وبيحصل لك حاجه في الاخر احنا كلنا عارفينها اسمها بيرن اوت، بيخليك ما بتحبش الشغل. كمان لو المانجمنت ستايل في الشغل عندك ما بتديش فرصه للموظفين يقولوا رايهم، مش بتبقوا مسموعين في مكان العمل، مش بيتاخد رايكم في القرارات، بتحس ان انت شخص اقل اهميه من غيرك، فدي ما تحبش المكان اللي انت متواجد فيه. كمان لو في lack of recognition، يعني ما بتلاقيش التقدير اللي انت منتظره مقابل المجهود اللي انت بتقدمه، فمش هتبقى حابب انك تدي مجهود، هتدي البير مينيمم، ده اذا اديت البير مينيمم. الجوب نيتشر بتعمل عامل كبير جدا في هل انت ممكن تحب الحاجه اللي انت بتعملها ولا لا. لو الجوب نيتشر معاكس لشخصيتك وللحاجه اللي انت بتحب تعملها، غالبا مش هتقدر تحب الشغل. زي مثلا لو الجوب نيتشر هو الروتين، حاجات روتينيه ما بتتغيرش، ما فيهاش كرياتيفيتي، وانت حد بيحب الكرياتيفيتي، الروتين هيطفي دماغك ومش هتحب تشتغل الشغل ده. في ناس بتحب تشتغل الحاجات الروتينيه، في ناس بتحب تشتغل in a creative environment. من اهم واكبر الاسباب اللي ممكن تخليك تحب او ما تحبش المكان اللي انت بتشتغل فيه هو your direct manager او مديرك المباشر. المديرين باختصار في ايديهم حاجات كتير قوي ممكن يعملوها، ممكن يحولوا مكان ما فيش فايده منه لمكان fruitful جدا، productive جدا، healthy جدا. ممكن نحول مكان best teams، best environment، best relationships، best performance ل complete hell. حاجة كمان هي social toxicity، ان انت تكون قاعد في environment toxic unhealthy، الناس اللي موجودة في الشغل ما بينهم مشاكل كتير، ما فيش management للمشاعر فيها، في conflicts طول الوقت، دي هتخليك مش قادر تقوم وتنزل وتروح الشغل اصلا كل يوم. في حاجة مهمة جدا اسمها work ambiguity او الغموض في الشغل. لو مديرك متعود يرميلك تاسكات ما يفهمكش هي التاسكات دي اصلا ايه سببها، احنا عايزين نعملها ليه، ايه النتيجة اللي هتيجي من وراها، ايه التفاصيل المطلوبه، الديدلاينز، الحاجات دي بتعملك فرستريشن، بتحسسك ان انت مش فاهم حاجه او دايما مقصر، دي حاجه غلط. ولو انت اشتغلت بدماغك ساعات تاسك بترفض او البروجكت بترفض لان بيكون في متطلبات بس المدير ما قالكش عليه، ودي حاجه بتندرج تحت اللاك اوف effective communication.